بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده هنعمل فيها بودرة السحلب في البيت بمكونات سهلة وبسيطة خالص. المكونات كلها موجودة عندنا في البيت، وانا عملت منه كمان كوباية كده من السحلب عشان اوريك القوام بتاعه قد ايه قوامه حلو وجميل وتقيل. ولو عايزة تقليه اكتر من كده هقولك تعمليه ازاي. يلا نشوف عملناه مع بعض ازاي. وكمان هنا انا زينته بالموز كده، بيديله طعم حلو ومميز والاطفال بيحبوه كفكرة لتزيين السحلب. بس يلا في الاول كده، لو انت لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. اول حاجه كده عندي كوبايه من الرز المصري العادي بتاعنا خالص، انا غسلاه ومصفياه ومنشفاه كويس جدا من اي ميه موجوده فيه. هجيب المطحنه بتاعتي، التوابل بتاعتنا اللي بنطحن فيها التوابل موجوده عندنا في اي مطبخ، وهاخد نص كميه الرز دي وهطحنها كويس جدا في المطحنه دي عشان نعمل منها دي الرز. هطحنه كويس جدا في المطحنه، هيديكي قوام ناعم خالص للرز بتاعي بعد ما غسلته وصفيته من اي ميه موجوده فيه زي ما احنا شايفينه كده. هاخده بقى انخله بالمصفى بتاعت السلك دي، والشوية اللي هيتفضلوا دول ارجع اعيدهم تاني وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية. وممكن توفري على نفسك الخطوة دي وتشتري دقيق الرز بيتباع جاهز في السوبر ماركت. يبقى كده انا عندي دي الرز انا عملته في البيت بيكون اسهل وانضف. وممكن كمان ما تغسليش الرز بتاعك لو الرز بتاعك من النوع اللي ما بيتغسلش. في انواع من الرز بتكون معقمة بالبخار كده ما بيتغسلش، ممكن تطحني منه على طول. هاخد تقريبا منه كوباية الا ربع او نص كوباية، يعني نص كوباية وشوية كده من دقيق الرز. وما نزودش في دقيق الرز عشان ما يعملش معاكي ترسبات في السحلب واحنا بنعمله على النار. هاخد كده تقريبا نص كوباية وممكن نزود حبة كمان. وعندي بولة بقى وهحط فيها دي الرز بعد ما انا عملته طحنته كويس معايا في المطحنة. وهنزل عليه كمان بنص كوباية من النشا العادي بتاعنا خالص اللي بنستخدمه في المطبخ. يبقى انا حطيت نص كوباية من دي الرز جاهز او عاملاه في البيت، عليها نص كوباية من النشا، وكل مكون بنزله وبقلب كويس جدا عشان مش عايزة في مكون يطغى على التاني. وبعد كده عندي حليب بودر، هاخد منه حوالي 3 4 معالق كده بما يعادل ربع كوباية من حليب البودرة، وانزل بيهم على المكونين بتوعنا اللي هما دي الرز والنشا، وهنا لبن بودرة، واقلب برضو المكونات بتاعتي. بعد كده عندي سكر بودر هاخد تقريبا منه نص كوباية. ولو سكر بودر ده ممكن تشتريه جاهز برضو، وممكن تعمليه في البيت زي ما انا عملته كده بنفس طريقة دقيق الرز، بانك بتدخليه في المطحنة وتديله ضربتين وتصفيه بالمصفى السلك بتاعك عشان يديكي القوام الناعم اللي احنا شايفينه في السكر البودر. بعد كده عندي ربع كوباية من السمسم، وممكن تزودي السمسم ده بيكون حسب الرغبة. ونقلب كل المكونات دي مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بربع كوباية من جوز الهند، وممكن تحطي جوز هند من اللي هي الكبيرة شوية او الناعمة، هي مش هتفرق غير في الشكل لكن الطعم واحد. وبعد كده عندي نص كوباية كده او ربع كوباية من الزبيب واي مكسرات انت بتحبيها، وعليهم رشة من الفانيليا اسفة. وهنا انا حطيت معلقتين كده من كريم شانتيه، وممكن تستغني عنهم بس دول انا حطاهم اضافي من عندي مش موجودين في السحلب. وبعد كده هجيب البرطمان بتاعي بقى واعبي فيه السحلب ده. البرطمان ده انا بقى مخصصاه للسحلب بتاعي. ومن هنا يا حبايبي يكون احنا عملنا بودرة السحلب بمكونات سهلة وبسيطة جدا. وممكن اي مكون من اللي احنا حاطينه ده لو انت بتحبي طعمه فيه السحلب اكتر تزوديه. يعني لو بتحبي لبن البودرة اكتر تزودي، بتحبي كريم شانتيه ممكن تزودي، الفانيليا تزودي، والمكسرات دي حاجة بترجعلك. وبكده حبايبي نكون احنا عملنا بودرة السحلب بطريقة سهلة وبسيطة خالص. بعد كده عندي دي لبن، عندي حليب، انا زي ما وريتك قبل كده ونزلت لكم فيديو ان انا ازاي بحفظ اللبن. الحليب بتاعي بيقعد معايا تقريبا اللبن ده بقاله اسبوعين او 3، ممكن تشوفي الفيديو بتاعه. هاخد منه تقريبا 3 معالق لان دول 3 كوبايات، واحطهم في البرطمان بتاع اللبن ده وارجه كويس جدا عشان السحلب يدوب. وممكن تقلبيه بالمعلقه عادي، بس انا بديكي فكره سهله وبسيطه في انك تدوبي فيها السحلب. ولو حابة تشوفي طريقة في حفظ اللبن ممكن تدخلي على الفيديو وتشوفيه. بعد كده زودت معلقتين 3 من السكر، وده بيكون حسب الرغبة. لو مش عايزة سكر هو سكره مظبوط، بس لو في حد بيحب سكر زيادة. بعد كده هجيب عندي كنكة كده وانزل فيها بقى في الخليط اللي انا دوبته كله مع بعض، ونرفعه على النار لحد النشا والرز ودقيق الرز ده ما يستوي معاكي وياخد غلوتين كده. ولو حابة قوامه اتقل من كده ممكن تزودي كمان معلقة من
السحلب. وبكده حبايبي نكون احنا عملنا السحلب بتاعنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وانضف واحسن ما تشتريه من بره، وهيرمي معاكي كمية كبيرة جدا من شوية مكونات موجودة في المطبخ. وهنا انا زينته بالموز كده، ممكن تتقليه اكتر من كده وتحطي عليه، ممكن كمان تحطي عليه فراولة بيدي طعم حلو برضو، بس الموز بيكون احسن حاجة معاه. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومه مفيده وسهله وسريعه. يلا اشتركي معايا في القناه واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. هتنزلي تحت على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، هتضغطي عليها وتشتركي معايا في القناه. مع السلامه.